بالهجوم السبراني على مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالفعل تابعنا يوم الثلاثاء الماضي تعرض موقعين وطنيين رسميين لهجمات سبرانية: موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، وأيضا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه الهجمات التي تقف وراءها جهات معادية أدت إلى تسريب عدد من البيانات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما صدر في بلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الأمس. فقد اتضح بعد التحقق من صحة التسريبات أنه شاب بعضها جملة من المغالطات وتشويه للمعطيات، وأن الصندوق أشعر السلطات القضائية المختصة حتى تتخذ الإجراءات المناسبة. ما جرى هو فعل إجرامي مع الأسف أصبحت عرضة له العديد من الدول والمؤسسات. وهذه الهجمات السبرانية هي بلا شك محاولة للتشويش على نجاحات بلادنا والانتصارات الدبلوماسية المتتالية للمملكة بشأن القضية الوطنية. فكما تعلمون فقد تزامن اليوم الذي وقعت فيه هذه الهجمات مع تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، حيث أكدت مجددا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل، وهو انتصار كبير لبلادنا في هذه القضية الوطنية. هذا الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يأتي ليعزز الموقف التاريخي للإدارة الأمريكية بشأن القضية الوطنية، بعدما سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أجرى اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دجنبر 2020 ليؤكد اعتراف واشنطن بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية. فالثقة المتزايدة التي تحظى بها بلادنا من طرف المنتظم الدولي بفضل القيادة الملكية المتبصرة أصبحت أمرا يزعج الجهات المعادية لبلادنا لدرجة التشويش عليها بهذه التصرفات العدوانية. وفي الأخير أريد أن أؤكد لكم بأن المؤسسات المعنية قامت باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعزيز بنياتها الأساسية الرقمية مع تفعيل جميع الوسائل لدعم وتقوية أمنها المعلوماتي.